ازاي كنت بذاكر 15 ساعة في شهر 3 وتعملوا ايه في الاجازة؟ ده عنوان فيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هكلمكم عن تعملوا ايه في الاجازة وازاي كنت بذاكر 15 ساعة في شهر 3. نبدأ بهتعملوا ايه في الاجازة. اولا يا جماعة، مش محتاج انك تضغط نفسك اكتر ما انت ضاغط على نفسك. اعرف ناس عايزة تأجل السنة. الناس اللي عايزة تأجل السنة دي يا جماعة احب اقول لهم مفيش حد بيأجل السنة وبيتنصف في الاخر. ده اولا لانك بتضيع سنة من عمرك. تاني حاجة، بيكون سنتين بتدرس فيهم، فبيكون في ضغط نفسي وضغط جسدي، فمش هتقدر تعمل اي حاجة وهتبقى ضيعت نفسك بنفسك. فقرار التأجيل ده نصيحة ابعدوا عنه خالص. تاني حاجة عايز اقولها يا جماعة، الاجازة دي هتكون على حسب الشخص اللي بيسمع الفيديو دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انت واحد مذاكر ومراكمتش ومخلص كل حاجة ومعاك اسبوعين اجازة، فطبيعي جدا هتاخد الاسبوعين بريك وهتعمل فيهم كل اللي انت عايزه. طب انت دلوقتي شخص مراكم وحابب يلم في الاجازة، هقول لك لو هما اسبوعين ذاكر اسبوع وخد بريك اسبوع. لو هما اسبوع اصلا ذاكر 4 وخد بريك 3. بس الايام اللي هتاخدها بريك دي اعمل فيها كل اللي انت عايزه. العب، اسمع ماتشات، اخرج، اعمل كل اللي انت عايزه فيهم. لان من ساعة ما هترجع للمذاكرة ده هتكون الخطوة الصح ناحية التقدم بقى. انت دلوقتي هتاخد خطوة انك خلاص الامتحانات على الابواب. انت لازم تفهم نفسك كده كويس اوي. هقولك دلوقتي، انت دلوقتي شخص بيسمع الفيديو ده ومراقب حاجات كتير بلاوي وعايز تلم التراكمات. هقول لك بلاش تلم التراكمات كلها في فترة الأجازة دي. لازم تاخد فترة بريك من وقت الأجازة، عشان هتيجي بعد كده تحتاج البريك ده ومش هتلاقيه. الكل هيكون في مذاكرته فانت هتتكسف اصلا، يبقى الكل بيذاكر وانت الوحيد اللي قاعد عايز تاخد اجازة. فنصيحة، الاجازة جات لك لحد عندك اهو، تاخد منها ايام اجازة، واول ما ترجع هترجع بطاقة مشحونة وهيكون عندك طاقة عالية انك تبدأ بيها التقدم بقى. انك تبدأ تلم تراكماتك، المراجعة هتسهل عليك شوية، تبدأ تحل كتير. بعد كده هتلاقي في امتحانات وشوامل كتير قوي لو انت اونلاين او سنتر، فالدنيا هتبدأ تتكركب فوق دماغك. فانت دلوقتي ترجع من الاجازة تحاول تلم التراكمات كلها. ما ينفعش شهر 3 يخلص وانت متراكم عليك حاجة، لان لو شهر 3 خلص وانت متراكم عليك حاجة هتبقى المهمة بقت شبه مستحيلة. انك تعدي ال90% بعد شهر 3. لو انت لسه ما بدأتش هتبقى المهمة اتصعبت قوي. ممكن تلحق حتى لو وصلت لشهر 3، وممكن تلحق لو بدأت في 4. بس هي الفكرة ان بتكون عايزة مجهود ضعف 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 اللي انت ممكن تبذله دلوقتي. لان مثلا لما يبقى متراكم عليك دلوقتي بابين او 3 في كل مادة، مش زي ما يبقى تراكم المادة كلها ومحتار تذاكر جديد ولا قديم، والدنيا هتبوظ معاك خالص. وبالذات المواد العلمية لو فلتت منك فلتة جامدة صعب تاني تبدأ تعملها كورة كده، تبدأ تلمها لما تمام. ممكن تكروتها، انما مش هتبقى زي اللي ذاكرها من اول يوم وعمال بيلم فيه. انت دلوقتي تقدر تتساوى باللي ذاكرها من اول يوم عن طريق انك هتذاكرها، هتلمها وهترجع تحل عليها وهيتشرح لك تاني في المراجعة زيك زيه. انما الفكرة دلوقتي انك تلمها. انما لو دخلت المراجعة وانت فايتك الشهر الاساسي، غالبا في المراجعة بيقولوا ربع شرح كده، اللي هو الحاجات المهمة والسلام، وبيركزوا اكتر على جزء الحل. فالدنيا هتبوظ معاك. الا المادة الوحيدة اللي تقدر تلمها في المراجعة هي الجيولوجيا، لان الجيولوجيا اسهل مادة ممكن تتلم، لانها محتاجة حفظ اكتر من الفهم. والحفظ موجود كله في كتيب المفاهيم، مساعدينك بيه كله في كتيب المفاهيم. زي السلم الجيولوجي هتلاقيه في كتيب المفاهيم كله. يعني هتفتح الكتيب هتبقى عارف فين المكان بتاعه، خش طلعه. احلى مسا عليك. فدي الفكرة. فلو عايزين فيديو عن كتيب المفاهيم ده واشرح لكم فيه كل حاجة وازاي تستغلوه احسن استغلال، اكتبوا لي في الكومنتس. تاني حاجة يا جماعة، انت دلوقتي رجعت من الاجازة، هتعمل ايه في الاجازة؟ قلت لك هتاخد بريك
او هتاخد منه ايام اجازة وتعمل فيها كل اللي انت عايزه كله. طب مين اللي ياخد الاجازة؟ اللي مذاكر ولا اللي مترقم عليه ولا اللي ما يعرفش اي حاجة خالص؟ انت ما تعرفش اي حاجة خالص وما ذاكرتش من الاول خالص، حبكت يعني تذاكر في الايام اللي الكل هياخدها اجازة؟ اكيد مش هتعمل كده، يعني اكيد هتلاقي الكل واخد اجازة فهتروح تاخد زيه، يلا كمل. ده بالنسبة لواحد اصلا ما فتحش المنهج، فهو غالبا هيبقى مش عنده احساس ولا بيحس. يعني لو وصل لحد النهاردة وهو ما يعرفش اي حاجة بس بمزاجه، لو غصب عنه طبعا لازم نلتمس العذر، ممكن يكون حد كان تعبان او غيره. بعد كده هروح لنقطة لو واحد نص نص. لو واحد نص نص هياخد مثلا 3 أيام أجازة و4 هيذاكرهم، أو العكس، أو لو أسبوعين أسبوع وأسبوع. المهم يبدأ. يا جماعة أنت دلوقتي قدامك فرصة، والله العظيم لسه الفرصة كبيرة، والله العظيم لو بدأت، بس حط تحت كلمة بدأته ده 1000 خط. اللي انتوا دلوقتي بتحاولوا تلموه في شهور، احنا في الكلية ممكن نلمه في يوم. الاحياء اللي عندكم دي كلها، والاحياء مادة صعبة ومش عارف ايه، عندنا اتشرحت في محاضرتين. منهجكم ده كله على بعضه اتشرح في محاضرتين، كله كله. وكمان من منهج اولى ثانوي الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، كل ده في محاضرتين. فما تفكروش بقى ان انتوا ايه، صعب تلموا الدنيا. لا والله العظيم سهل الدنيا تتلم، بس ابدأ. الحاجة هتستعصي معاكم في الأول، لأنكم خصوصا لو بتسمعوها لأول مرة شرح، إنما لو سمعناها شرح قبل كده هتحس إنك سمع الكلام ده قبل كده بس متفركش في مخك كده. إنما هتبدأ تلمه وتبدأ تذاكره وتبدأ تضغط المنهج، هتوصل. يوم ماجد إمام كان منزل زي قصيدة شعر كده، قالك اضغط نفسك هتوصل. في واحد كنت برضه بسمعه كان بيقول شعر وكده، قالك انت اللي في ايدك توصل بطريقة جديدة تناسبك، وتكون بتحاسب نفسك قبل ما الناس ما تحاسبك. فانت واحد لازم أن تكون بتحاسب نفسك قبل ما حد يحاسبك، قبل ما امك تقول لك يا ابني ذاكر، قبل ما ابوك يقول لك يا ابني ذاكر. انت اول حد مفروض يقول لنفسه ذاكر. انت ما عدتش صغير محتاج حد يقف لك بالعصايه ولا بالشبشب، يلا يا ابني ذاكر، يا اما هحرمك من المصروف، يا اما ما انتش رايح لعب، يا اما. انت ما عدتش صغير انك تتحط في حاجه زي كده. انا دخلت الكليه كنت مفكر ان مش هيبقى في ضغط من الاهل بره. ضغط الاهل بالنسبه للاب بالنسبه لي انتهى، يعني عادي، عادي. اللي هو عملت ايه في الامتحان الحمد لله. انما مامتي كالعاده هي اللي قاعده لحته ذاكر ذاكر ذاكر. بس برضه ما عادش زي الاول، ما عادش اللي هو انت في ثانويه عامه، ده انت فيك، ده انت عليك يا فاشل يا ساقط يا بليد يا اللي مش عايز اقول لكم كان كنت بتشتم شتايم. فما علينا. فضغط الاهل ساعات بيكون لمصلحتك، وساعات ممكن يجيب معاك نتيجه ايجابيه لو انت ما استكبرتش وشفت انك دول بيعاملوني كأن عيل صغير، دول بيعاملوني كأن طفل. هو انا مش عيل صغير عشان يقولوا لي ذاكر. خدها دايما ان الاهل اكتر ناس في الدنيا خايفين على مصلحتك وعايزينك اسعد مخلوق في العالم. نروح بعد كده. ازاي بقى كنت بذاكر 15 ساعة في اليوم؟ الموضوع ده مرهق جدا جدا جدا، بس لو انت شخص عنده ارادة تقدر تعمله وتقدر تواظب عليه فترة كويسة. يعني هقول لكم، والله 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 منهجكم ده لو واحد مشى بالطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دلوقتي، ممكن يبقى في حتة تانية خالص ويسبق واحد ابتدى من أول شهر. أقول لك إزاي؟ الكلام غالبا لبتوع الأونلاين، لأن بتوع السنتر مش هيبقى عندهم أصلا الوقت اللي هو 15 ساعة ده. هو لو راح درس بالمواصلات بالكلام ده اليوم طار. فانا هقول مثلا لو شخص اونلاين، او لو شخص مثلا عنده سنتر بياخد فيهم مواد قليله، اقول لك تعمل ايه. هتنام الساعه 10 زي ما قلت قبل كده، تصحى الفجر، قول ابتديت مذاكره بعد ما فطرت وبعد ما شربت قهوتك او شايك او نسكافيهك، اي حاجه بقى مش فارقه، ايا كان المشروب. قول ابتديت الساعه 7، هتيجي من 7 ل 8 ذاكرت 50 دقيقه و10 بريك. من 8 ل9 ذاكرت 50 دقيقة و10 بريك. من 8 ل9 أو من 9 ل10 50 دقيقة
و10 بريك، وكمل على هذا النسق. انت النهاردة مراكم 5 ابواب جيولوجيا، اقسم بالله العظيم كان متراكم عليا 5 ابواب جيولوجيا ولميتهم في يوم، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله العظيم في يوم واحد. ولولا ما انا اديت الكتب يعني لحد محتاجهم كنت وريتكم كتاب الجيولوجيا ده انا عامل فيه ايه، مع انه اكتر مادة راكمتها واكتر مادة ما كنتش بذاكرها. بس بقى البركة في جيو ماجد امام بيلم لك الدنيا في ثانية. فهو عامل لكم تقريبا مفاجأة اسمها من تاني، اللي هو شرح المنهج من تاني، فنصيحة استغلوها. ولو سرعتوا الفيديو على 1.5 تقدروا ايه تلموا الدنيا معاه بسرعة. مثلا دلوقتي هنفترض انك مراكم 3 ابواب من كل مادة. مبدئيا كده عشان اكون صريح معاك، مذاكرة درس الفيزياء ممكن ياخد منك من 5 6 4 3 ساعات، مش هيقل عن 3. مستحيل انك تذاكر درس فيزياء وتتقنه في اقل من 3 ساعات، صعب جدا. الفيزياء اكتر مادة في مذاكرتها بتاخد وقت، الجيولوجيا اسهل مادة في مذاكرتها بتاخد وقت، الاحياء ورا الجيولوجيا من حيث الوقت الأقل، مع إن الأحياء لازما تكون فاهم كل حرف فيه. فأنت تعتمد على مثلا الموسوعة محمد صالح، فهتكون فاهم الشرح كويس، وطبعا بيوريك زي سلايدات كده أو فيديوهات أو whatever يعني. فهو الدنيا ده هتسهل عليك كتير، فأنت هتبقى على مذاكرة الشرح بس، فمش هياخد معاك وقت. الكيمياء برضه في أجزاء فيها بتحتاج حفظ فهتقعد تذاكرها. فأصعب مادة أو أصعب مادتين من حيث المذاكرة هم عربي وفيزياء، بياخدوا وقت بصراحة، خصوصا العربي في الأدب مثلا ساعات بتحتاج تحفظ شوية حاجات، فالدنيا يعني إيه تاخد وقت شوية. فأنت دلوقتي مثلا هتبدأ بدرس كيمياء مثلا، بشرحه بمذاكرته، لو أنت هتسمع له شرح كمان بشرحه بمذاكرته قول 2.5 ساعة ماشي. أنت دلوقتي ذاكرت مثلا من 7 لحد الساعة 12، من 7 لحد الساعة 12 دول كام بريك؟ 5 بريكات ب50 دقيقة. الصافي 4 ساعات و10 دقايق ذاكرتهم مذاكرة تمام. 4 ساعات و10 دقايق دول يلمولك ايه؟ قول درسين من غير حل عليهم. هتذاكر من 12 لواحدة أو من 12 لاتنين، حل على الدرسين، يبقى كده خلصت درسين بشرحهم بحلهم بكل حاجة فيهم. وانتوا غالبا اصلا سامعين الشرح قبل كده، بس انا اقول انكم هتسمعوا شرح. ده يوم ذاكرت درسين، طبعا هتحتاج تنوع في المواد عشان ما تزهقش. قول انك دخلت على مادة تانية وليكن الفرنساوي. الفرنساوي ده اصلا كله على بعضه يتلم في يوم، بس ما علينا. بس الفرنساوي لو مش مذاكر كلماته على المدى البعيد الدنيا هتبوظ معاك. لازما كلماته تتذاكر على مدى بعيد، ما ينفعش تجيب كلمات الفرنساوي كلها تحفظها في يوم، لان كلمات الفرنساوي من اكتر الكلمات اللي بتاخد وقت في الحفظ عكس الانجليزي تماما. فانا بالنسبه لي كان الانجليزي اسهل من الفرنساوي، واكتر ماده كنت بكرهها في ثانويه عامه هي الفرنساوي، وده كل الناس شافتني متخلف فيه. ما علينا. المهم اقول لك بعد كده تعمل ايه. بص، انت دلوقتي وصلت للساعة 2 وانت مخلص درسين، بكام ساعة مذاكرة؟ بكام ساعة مذاكرة؟ من 5 ل2، من 5 ل12 ده 7 ساعات، ومعاك 2 كمان 9 ساعات. مظبوط كده؟ اه مظبوط، 9 ساعات. انت دلوقتي ذاكرت 9 ساعات تمام. بعد ما ذاكرت 9 ساعات خلصت فيهم ايه؟ خلصت فيهم درسين. هتيجي الساعة 2 قول هتتغدى وتمسك الموبايل شوية، بقت الساعة 4. اتغديت ومسكت موبايلك وعملت كل اللي نفسك فيه، جيت الساعة 4 هتذاكر من 4 ل10 بس من غير بريكات، 6 ساعات متواصل. عايز تاخد بريك يبقى 5 دقايق. ال6 ساعات في 5 بنص ساعة، يبقى انت ضيعت نص ساعة وذاكرت 5 ساعات ونص. 5 ساعات ونص دول تذاكر فيهم ايه؟ تذاكر فيهم كمان درسين بحلهم.
بس لما تيجي تحل ما تحلش كمية كبيرة من الأسئلة. حل مثلا لو الدرس عليه 100 سؤال حل 30 بس مثلا. يعني مثلا الجزئية دي أنا حليت عليها، الجزئية ده حليت عليها، الجزئية ده حليت عليها. حل على كل جزئية بس عدد أسئلة قليل. شامل مثلا قول 30 35 سؤال، ما يزيدوش عن كده، لأن لو حليت أكتر من كده هتنساه. فأنت حليت من 30 ل 35 سؤال، عمرهم ما ياخدوا معاك اصلا ساعتين. ده انا بجيب لك على اقصى حاجه. قول لي هفترض انا كنور ان في اسئله انت معرفتش تحلها، فهتكتب على اليوتيوب حل الاستاذ كذا او حل درس كذا مادة كذا. في ناس بتقوم جايبه عشان لما تيجي تحل ما بتحلش هي بنفسها. دي كارثه سودا. انت بتعمل ايه يا ابني انت وهي؟ حرام عليكم. يقوم كاتب مثلا حل درس الفيزياء، الدرس الاول فيزياء استاذ مثلا احمد السجاعي. يقوم سمع استاذ احمد السجاعي الحل بتاعه وبعد كده يحل هو. لا طبعا غلط. انت هنا فهمت الفكره بس كده لو جالك فكره مختلفه عن اللي انت ذاكرته مش هتعرف تتعامل معاها لانك ما حاولتش تحل انت. ده احنا بنقول الامتحانات والحل فايدته انك بتكتسب منه خبرة، فعشان تغلط كتير في الاول تيجي في الاخر تحل كل حاجة صح. وكان الناس تقول لك درجات الدروس وحشة وانت قاعد ما بتحلش انت بايدك. يا نهار ابيض. فتعلم من الفيديو ده وتعلم غلطك في النقطة ده عشان ما تغلطش فيها تاني. وصلت انت دلوقتي في اليوم انك بتخلص من 4 ل5 دروس. ده الكلام ده مثلا لو انت انا مش فاكر انا قلت بصراحة هتذاكر من كام، قلت من 4 تقريبا. من 4 ل10، ايوه تمام. وهتعيد السلسلة دي من تاني اللي هو نفس الدورة تاني. الساعة 10 برضه تنام وهكذا. من 4 ل10 قلت ذاكرت في اليوم كله من 4 ل5 دروس بالحل عليه. تمام. تمام. 5 دروس. يعني مثلا ال5 دروس دول لو في مادة زي الكيمياء فانت خلصت باب كيمياء بكل ما فيه بمذاكرته بكل حاجة. فانت هتنوع بين المواد. عارفين يا جماعة لو عملتوا كده ممكن تلموا التراكمات. لو انتظمتوا في الحوار ده ممكن تلموا التراكمات بالظبط في 20 يوم. 15 في 20 ب300 ساعة. انت ذاكرت بس 20 يوم في 15 ب300 ساعة. عارف يعني ايه 300 ساعة؟ انت اصلا المفروض الدنيا حلوت معاك قوي قوي لو انت ملتزم. هتقول لي ما في بريكات وفي البريكات في اليوم. قول شيل من ال15 ساعتين. احنا قلنا في الاول على فكرة ساعة و10 دقايق ونص، ساعتين الا تلت، قول ساعتين. ساعتين بتذاكر 13 ساعة صافي. فالدنيا هتظبط معاك والله والله العظيم. الدنيا هتظبط معاك جامد جامد قوي كمان. فانت بس كل اللي عليك تبتدي 13 او ال15 ساعة دول. لو انت بتذاكرهم مثلا شهرين 3 4 لحد الامتحان اقسم بالله تطلع اول جمهورية مرتاح مرتاح. فلسه اهو سبتها لك بالدليل وثبت لك ان الدنيا لسه في ايدك. انا كنت حاسب متأكد وفاكر في ثانوية عامة كنت حاسب كل الدروس بس تقريبا كان من غير عربي. كانوا 98 درس حاجة في الرينج ده. فاكر كانوا حاجة في الرينج ده. حتى فاكر ان كان اول بابين كيمياء كانوا 10 دروس. وبعد كده كان في العضوية 12 درس تقريبا. الكهربية كانوا 6 بس مش فاكر الباب التالت كانوا كام، 8 تقريبا حاجة زي كده يعني. فكنت حاسب عدد الدروس. ف... فانت لو مثلا 98، لو هما 98 من غير عربي فانت بتخلص 5 في اليوم. قول 100 على ال5 فيها ال20. فانت تلحق من بدري من بدري في 20 يوم. وسيبك من العربي الوقت في 20 يوم. يا نهار ابيض والله العظيم في ايدك تلم الدنيا وتكون من الاوائل. بس بشرط متخوفش نفسك، ما ترهقش نفسك ذهنيا. انا مش هوصل، انا مش هلحق، الوقت فلت مني. اللي ذاكر ذاكر واقفل الكتاب ونام بدري ياتيك النجاح من حيث لا تدري ومش عارف ايه. يا جماعه ما تهزروش والله في ايدك تلحق. دلوقتي انا حسبتها لك بالعقل وبالمنطق. هتيجي بقى ما تذاكرش وتراقب ويجي الاجازه ما تذاكرش فيها حاجه وتقول ماشي ده اجازه واعمل فيها اللي انا عايزه وهو قال لي ما تذاكرش في الاجازه او ذاكر نص المده. لا انا هاخد المده كلها خلاص ما اختلفناش.
وتقوم جاي بعد الاجازه ما تخلص هريح لي حبتين، عارف انا الشغل ده، هريح لي حبتين بكره نعوض. ده هو بدأ في 3 فانا ابدأ في 3. انت مش زيي. انا مثلا كنت بذاكر المواد في الاول، كان متراكم عليا منها حاجات، بس كان عندي فكره عنها كنت ذاكرتها قبل كده. اه، ما كنتش ذاكرتها احسن حاجه وتراكموا عليا، واللي ذاكرته نسيته، بس سمعه قبل كده وذاكرته مره قبل كده بس نسيت. انما ان ما ذاكروش خالص فهي دي الكارثه. فوضعك غير وضعي، واللي انا عشته غير اللي انت عشته وهتعيشه. انا ربنا كرمني بمجموع وعداه معايا على خير، انت الله اعلم ربنا هيكتب لك الخير ولا مش هيكتب لك الخير. فحرام اصلا نقول ربنا مش هيكتب لنا الخير. سواء جبت مجموع ما جبتش مجموع، ده الخير بحد ذاته. ربنا عمره ما هيظلمك، ربنا عمره ما هيضيع تعبك، ربنا عمره ما هيجيب لك حاجة وحشة. سواء كلية سين او كلية صاد او كلية عين او كلية لام، فهي الكلية المناسبة ليك واللي ربنا شايفك فيها واللي ربنا حطك فيها وكرم ربنا. انت ما بتبقاش شايفه ومش عارفه، مش هتعرفه الا بعد كده. فحتة النتيجة دي تسيبك منها خالص، وسيب الباقي على ربنا. واللي هو انت ما ذاكرتش في اللي فات، عوض في اللي جاي وحاول تلم الدنيا في اللي جاي يعني. انما ما تضيعش اللي فات وتضيع اللي جاي. خد بالاسباب وذاكر اللي جاي واهتم باللي جاي، والله انا وعدك لو بدأت وعملت اللي انا قلت لك عليه هتكون من الاوائل وهتجيب مجموع بامر الله. وبس، ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.